لو انت بتفكر تشتري ماك ومحتار ما بين كل الاختيارات اللي موجودة عند ابل، فالفيديو ده ليه، وانا هساعدك تختار الماك المناسب بالنسبة لك لحسب احتياجاتك، عشان ما تدفعش فلوس كتير في حاجة انت مش هتستخدمها او تدفع فلوس في حاجة مش هتقضي غرضك. واول حاجة انت لازم تحددها ايه نوع الجهاز اللي انت محتاجه. يعني انت محتاج جهاز تاتش مثلا وتكتب عليه، ولا محتاج جهاز ثابت في مكانه، ولا محتاج جهاز تاخده معاك في اي مكان. واول حاجه تعالوا نبدا بالجهاز التاتش، لان انت دلوقتي عندك الاوبشن الوحيد هو الايباد. بس الايباد فيه 3 انواع اساسيه: الايباد العادي، وده مناسب جدا للاطفال اي حد في مدارس. الايباد اير ده مناسب جدا ل 80% من الاستخدامات بتاعتك. عندك الايباد برو، ده هيكون الناس اللي بتعمل ديزاينز، الناس اللي بتعمل سكتشات، الناس اللي بترسم عليه. الايباد برو هيكون احسن واكتر حاجه مناسبه ليهم، وحتى كمان انت تقدر تقطع عليه فيديوهات وتعمل مونتاج لفيديوهات وتستخدم عليه فاينل كات ودافينشي ريزولف، والكلام ده برضو تقدر تعمله على الايباد اير، لكن هيكون احسن لو فيديوهاتك اكبر او اتقل على الايباد برو، لان الايباد برو البورت بتاعه هو ثاندر بولت 4، اما الايباد اير فهو يو اس بي سي. فالايباد برو تقدر توصل عليه هاردات اس اس دي وتشتغل من عليها. اما لو انت محتاج جهاز ثابت في مكانه، فعندك الاي ماك، وده هيكون احسن جهاز ومناسب ل 80% من الاستخدامات، وخصوصا ان انت هتاخد مع الجهاز ده كل حاجه انت محتاجها. يعني عندك شاشه تحفه 24 انش 4.5K، بيجي فيه كاميرا بيلت ان، بيجي فيه سماعات بيلت ان كويسه جدا، وبيجي معاه الكيبورد والماوس بتاعه. بس انت لو هتعمل اي اعمال انتاجيه ما منصحش ان انت تستخدم الماوس ده. والجهاز ده هيكون مناسب جدا للاستخدام المنزلي والاستخدام المكتبي. يعني ممكن تحطه في البيت وكل حد عندك يقدر يعمل عليه يوزر ويشتغل عليه الشغل بتاعه، وده هتقدر تعمل عليه كل الاعمال المكتبيه بتاعتك: ايميلات، اوفيس، رسائل، برزنتيشنز. وكمان تقدر تعدل على الصور بيه باستخدام فوتوشوب او لايت روم. تقدر تقطع فيديوهات القصيره الشورت، هتكون ممتاز جدا معاك. الفيديوهات الطويله لو انت مش بتستخدم بلجنز كتير او انيميشنز كتير، هيكون برضو مناسب جدا معاك. ولو انت شغال في الكودينج، الاي ماك برضو هيكون مناسب بالنسبه لك، وزي ما قلت ده هيكفي ل 80% من استخداماتك. طب بالنسبه لل 20% بقى يجيبوا ايه؟ دلوقتي عندك اختيارين: عندك الماك ميني وعندك الماك ستوديو. والماك ميني ده برضو فيه نوعين: واحد بالمعالج الام 4 والتاني بمعالج الام 4 برو. اللي بالمعالج الام 4 ده هيكون نفس الاستخدامات بتاعه الاي ماك، بس الفرق لو انت مثلا عندك الشاشه بتاعتك او حابب تجيب الشاشه بتاعتك، فانت عندك الماك ميني بمعالج الام 4 ده احسن وارخص جهاز كمبيوتر على الاطلاق، لان انت صعب جدا تاخد نفس الاداء بتاعه ده بنفس السعر بتاعه. والميزه كمان اللي فيه ان حجمه صغير جدا. يعني مثلا لو انت عندك شاشه في البيت وعندك شاشه في المكتب وعايز جهاز كمبيوتر مش لابتوب، فالماك ميني ده هيكون معاك اصغر من اللابتوب، وهتقدر تشيله معاك في اي شنطه، هتاخده معاك البيت وتاخده معاك الشغل، وهو نفس الجهاز الصغير. اما بقى لو انت استخدامك اتقل ومحتاج تطبيقات اتقل، فانت ممكن تختار الماك ميني بمعالج الام 4، وبرده نفس الحجم الصغير وسعره ممتاز جدا. هتقدر تستخدم عليه اوتوكاد، هتقدر تستخدم عليه فيديو اديتنج بقى ببلجنز بانيميشنز وكده، هتقدر تعمل عليه ديزاينز. الجهاز هيكون ممتاز بالنسبه لك. اما لو انت محتاج بقى حاجه بروفيشنال، فعندك الماك ستوديو، ده تقريبا ضعف او 3 اضعاف حجم الماك ميني، بس يعتبر بالنسبه لجهاز كمبيوتر بالامكانيات دي فهو حجمه صغير جدا. يعني انت لو تستخدم الاوتوكاد 3 دي او 3 دي ماكس، لو بتستخدم مثلا عايز تعمل مونتاج لافلام او مسلسلات او فيديوهات هاي كواليتي جدا 8K حتى، عندك برضو الماك ستوديو هيكون مناسب جدا واحسن جهاز كمبيوتر ممكن تاخده. ونيجي بقى للماك بوكس او اللابتوبات بتاعه ابل، وهم 3 انواع، وخليني اقول لك الفرق ما بينهم. اول واحد فيهم هو الماك بوك نيو، ده اجدد لابتوب ابل نزلته، وده هيكون احسن لابتوب انت محتاجه. يعني مش شرط ان انت عايز تشتري لابتوب من ابل فهتاخد الماك بوك نيو، لا، لو انت عايز لابتوب في المطلق فعندك الماك بوك نيو، لانه سعره ممتاز جدا باداء ممتاز صعب ان انت تلاقي زيه في السوق. والماك بوك نيو ده بيجي بشاشه 13 انش وفيه 2 يو اس بي سي، واحد منهم يو اس بي 3 والتاني يو اس بي 2، ودي هتكون مهمه جدا عشان تعرف الحاجات اللي انت تقدر توصله عليها. واستخدامات الماك بوك نيو هي كل الاستخدامات المكتبيه العاديه، سواء تصفح ايميلات، تعمل برزنتيشن، وورد، باوربوينت. لو انت مثلا لسه بتبدا او بتتعلم على التعديل على الصور او تعديل على الفيديوهات، برضو تقدر تستخدمه. وطبعا تقدر تستخدمه ان انت تتفرج عليه على افلام وفيديوهات زي ما انت عايز. اما بقى لو انت محتاج حاجه اقوى من كده، فعندك الماك بوك اير في معالج الام 5، وده اقوى معالج موجود دلوقتي عند ابل، وده هيكون مناسب ل 80% من الاستخدامات بتاعتك، لان ده تقدر تعمل عليه تعديل على الصور عادي جدا، تقدر تعدل عليه على فيديوهات وتعمل مونتاج، فيديوهات طويله وفيديوهات قصيره من غير اي مشاكل. لكن لو انت هتستخدم بلجنز كتير وانيميشنز وحاجات كده، فاحسن ان انت هتروح للبرو. لكن لو انت استخدامك مبتدئ لمتوسط، فالماك بوك اير هيكون ممتاز بالنسبه لك، وهتقدر تعمل عليه برمجه وكودنج
جيمنج مفيش اي مشكله. والماك بوك اير ده بيجي بحجمين 13 انش و15 انش، لكن الاختيار ما بينهم ده يرجع لك، لان انت كجهاز كمبيوتر نفسه مش هيفرق كتير في الاستخدام. انت عايز شاشه كبيره هات ال 15، عايز شاشه صغيره هات ال 13. وكده كده اللابتوب ده خفيف جدا، فمش هيفرق معاك لو جبت ال 13 او ال 15 بالنسبه للوزن. اما بقى لل 20% اللي فاضلين من الاستخدامات، فعندك الماك بوك برو، وده بيجي بحجمين 14 انش و16 انش، وده هيقدر يشيل اي شغل واي حمل انت عايز تعمله عليه. يعني مثلا اوتوكاد و3 دي و3 دي ماكس وريندرنج هتقدر تعمله عليه. لو انت بتعمل مونتاج فيديوهات 8K هتقدر تعمله عليه. بتستخدم بلجنز كتير وانيميشنز هتقدر تعمله عليه. بتعمل تعديل على الصور ل 50 صوره و200 صوره في نفس الوقت هتقدر تعمله على الماك بوك برو. وطبعا الحجم ده هيرجع لك، انت عايز الحجم الكبير ولا الصغير. والماك بوك برو فيه منه معالجين، الام 5 برو والام 5 ماكس. لو انت عايز اقوى معالج اللي هو يخلص معاك اي حاجه هتاخد الام 5 ماكس. لو الميزانيه بتاعتك مش سامحه للام 5 ماكس، وانت مثلا مش محتاج الحاجه اللي هي الهاي اند البروفيشنال، مش هتعمل تعديلات على فيديوهات 8K او كده، ومش بتعمل اللي هو 500 صوره في نفس الوقت، هتاخد الام 5 برو وهيشتغل معاك كويس جدا وهيكون مناسب جدا. وفي شويه امكانيات محتاج تعرفها عن الماك بوك برو، لان دي اللي بتميزه كمان عن الماك بوك اير والماك بوك نيو. اول حاجه الشاشه بتاعته ميني ال اي دي، بتدعم دولبي فيجن، وبتدعم سرعه تردد الشاشه العالي لحد 120 هرتز. تالت حاجه هي البورس، لان هو فيه 3 ثاندر بولت 4، وفي وصله اتش دي ام اي كامله، وفي كمان اس دي كارد ريدر. ده غير ان هو بيشحن بالماكسيف، فانت مش هتستخدم وصله يو اس بي سي، وكمان تقدر تشحنه باليو اس بي سي، وده اوبشن موجود بالنسبه لك. وبكده يبقى انا قلت لكم على كل الاستخدامات لكل اجهزه الكمبيوتر بتاعت ابل، وعلى حسب الاستخدامات دي انت هتقدر تحدد ايه اكتر جهاز مناسب بالنسبه لك. نيجي بقى لكام نقطه انتم محتاجين تعرفوها. اول حاجه حاول انت تجيب اجدد جهاز من الفئه اللي انت عايز تجيبها عشان يعيش معاك وقت اطول. تاني حاجه اوعى تجيب اجهزه كمبيوتر ابل بمعالج انتل مهما كان سعرها رخيص ازاي، بس ما تجيبهاش لان فعلا مش هتستاهل، وهتغلبك وهتعسفك في الاستخدامات اكتر ما هي هتفيدك. وفي سؤال دايما بتساله، اللي هو لو انا قدامي ماك بوك اير جديد مثلا ام 5 او ماك بوك برو ام 4 او ام 3، اختار انهي واحد فيهم؟ انا بالنسبه لي تختار الماك بوك برو، عشان انت زي ما قلت هتاخد بورتس اكتر واحسن، شاشه احسن بتدعم سرعه تردد الشاشه عاليه، سماعات احسن، الكمبيوتر نفسه كمان فيه مراوح، فهيستحمل معاك شغل اتقل واكتر. انا بالنسبه لي لحد دلوقتي بستخدم الماك بوك برو 16 انش ام 1 ماكس اللي نزل من 5 او من 6 سنين، واللابتوب شغال معايا كويس جدا. مؤخرا بدأ يعلق شويه وبدأ يتقل شويه، بس شغال معايا برضو كويس، مشغل معايا مقارنه الكاميرات بكل البلجنز اللي انا بستخدمها. وغالبا هو بيعلق او بيتقل عشان انا مش بفضيه اول باول، وسايب عليه كل البروجكتس اللي في اخر 3 سنين لسه ما مسحتهاش. فانت لو الميزانيه بتاعتك ما تستحملش ان انت تجيب الام 5 سواء ماك بوك اير او ماك بوك برو، تقدر تجيب الام 4 او الام 3 وهتاخد برضو اداء ممتاز. لان انا زي ما بقولك لحد دلوقتي لحد النهارده الفيديو ده بيتمنتج على ام 1 ماكس. لو عندكم اي اسئله اكتبوها لي تحت في التعليقات عشان ارد عليها. مش تعملوا شير ولايك للفيديو وتابعوني ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات الجايه. سلام عليكم.